مكون واحد بس هيخلي العرقسوس بتاعك لونه اسود وكمان طعمه جميل جدا احلى من بتاع المحلات. كل اللي هنجيبه شويه عرقسوس وهنحط هنكون مجهزين معانا نص معلقه كربوناتو. واقول لكم كمان على المكون السحري اللي هيخلي العرقسوس بتاعك لونه اسود وكمان طعمه جميل. انا ضفت دلوقتي نص معلقه الكربوناتو وهحط المكون السحري بقى اللي هو معلقه الا ربع شاي. اللي عايزه اقول لكم ان الشاي بيدي طعم للعرقسوس حلو جدا وكمان بيديله اللون الاسود. واكون مجهزه معايا ميه مغليه عشان تساعد على تخمير العرقسوس بسرعه. هضيف له الميه اللي محتاجها، ابدا شويه بشويه لحد ما اتاكد ان العرقسوس خلاص كله اختلط بالميه خلاص. وابدا اسيبه من فتره من ساعه لساعتين لحد ما يخمر. وبعد كده ببدا اصفيه ممكن تعمليه بالصفايه العاديه، يعني تنقعيه في الميه وبعد كده تصفيه بالصفايه العاديه بدل ما تعملي له شاشه وكده. هيدي معاكي النتيجه حلوه جدا. هسيب العرقسوس بتاعي يخمر من ساعه لساعتين. كل ما بيقعد في ان هو يخمر بيدي اللون بتاعه كمان جميل جدا. لو الطريقه عجبتك ما تبخليش عليا في لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد.